السلام عليكم. هذا بسام أشرم، عايش بمصر. ساوى عرس ابنه دكتور صهيب أشرم. تدخلوا على يوتيوب تكتبوا الدكتور صهيب أشرم بيطلع لكم العرس. أنا تعرفت عليه من زمان، بعرفه من زمان ما كنت بحلب. تعرفت عليه عند أبو حسين كرزون، وشفته هون بألمانيا بال2016 شهر الثالث. شفته هون بألمانيا عم بياخد لجوء. قلت له، سلم علي، قلت له لك انت بدك لجوء؟ انت معك مصاري ما بتاكل نيران. عنده معامل بمصر وعنده، نحن ما عم نحسد العالم يعني. مشان ايش عم تاخذ لجوء حاج بسام؟ قال والله انا مشان اطلع وانزل وكذا وهذا. بالصدفة من تقريبا شهر شفت عرس ابنه جاب حفلة رجيل، جاب صبحي توفيق، حسين الديك، جاب أحمد أزرق، وجاب مذيع من الإذاعة والتلفزيون. وبعرس النسوان جاب بتول بني وهيفا وهبي. تقريبا العرس يعني كلف $700,000. $700,000 والشعب السوري جوعان. $700,000. هالبزخ اللي حطه في هالوقت هذا، في هالوقت يعني شي مأساة كبيرة. والصباحية صارت عند ابن سمائية. ايه، اني جاي تاخد لجوء في المانيا وكل هالمصاري عندك، وما في حدا شبيح نبيح الا حضر العرس. نحن منزعل على كل واحد ساوي عرس ابنك، بس ما ضروري هالبزخ كله في هالوقت هذا والشعب السوري عايف حاله. وكل شيء واحد شبيح نبيح حضران. يعني شفته في العرس يعني انتوا بتحطوا على عرس ابنه وبتشوفوا يعني. وفي اخر الفيديو انا يعني كل فيديو ببزق على حافظ اسد وبشار الاسد والشبيحه والنبيحه كلياتهم، وهي بزقه لهم لكلتهم.